مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم بصباح العراقية. راح نشوف تقرير مناف الموسوي بعد راجعين وياكم. بغداد احتضنت الطاقات والمواهب الشبابية العراقية من مختلف المحافظات للعام السابع على التوالي بحضور رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وشخصيات سياسية وفنية واجتماعية. 4000 شخص تقدموا للاشتراك في هذا الحدث العالمي، تم قبول 600 منهم ليقع الاختيار في النهاية على 9 أفكار فقط. حتشوفون اختراعات يمكن لأول مرة تصير هنا. أحد الأشخاص هم مطور على بدلة يقدر يستخدمها الجندي العراقي بتبريد جسمه هو بجبهات القتال، وهكذا أكو اختراعات جدا رائعة. هسه حاولنا نركز إن هاي الاختراعات تكون من تلبي احتياجات أو تسد احتياجات اللي يريدها المجتمع هسه حاليا. كنا نتكلم شلون الاستفادة من كل هذه الطاقات، من جراح عظيم، من مهندس عظيم، من مبتكر عظيم، من هذا الشاب المبدع علي. الآن هؤلاء يعني وقتهم وقيمتهم أكثر من الذهب بكثير. امرأة عراقية ب7 أرواح اتبعت خطوات أحلامها وحققت ما تريد بوصولها لمنصب مديرة في إحدى شركات دولة الإمارات بعد أن تحدت التقاليد المجتمعية والأعراف العشائرية. أفخر اليوم بكوني على بغداد بعد غربة طالت 15 عاما. جيت أن أعبر عن قصة نجاح فيها تحديات وفيها صعوبات كثيرة. جيت إلى بغداد لقيت في كل شاب وشابة عراقية قصة نجاح، مسرورة بعراقيتي وفخورة أنه أنا عراقية، وعندي أمل كبير بالله سبحانه وتعالى وأمل بعقولنا العراقية أنه إحنا راح ننهض بهذا البلد نهضة تبني العراق بالجودة التي يستحقها العراق أن يكون. كفيف يتكلم 5 لغات، مصمم لبرامج الحاسوب، عبقري شق طريقه بين الأشواك، واجه ظروفا قاسية تغلب عليها بالعمل ونسيان المستحيل. انت قد اخذت منك نعمة الحصر، بس عوضت عنها بجهدك وباصرارك وارادتك، عوضت عنها ان نشتغل برمجة واشتغل بالبرمجة. ادري البرمجة بس صح اللي يشوفون، اما انت بهاي قدراتك سويت عمل كبير، وان شاء الله اتمنى لك كل النجاح. هذا مرة أخرى يعزز خدمتك بالقدرات العراقية، تقدر تتواصل مع العالم وتتواصل مع الأجانب بلغات متعددة، واحدة منها لغة البرمجة بالإضافة إلى اللغة العربية واللغات الأجنبية. وهذا أعتبر نجاح باهر والله يوفقك. أهم شيء عندي أن أفيد المجتمع اللي يحيط بي. أنا سويته مجرد يعني إنه أنا مبرمج ومدير سيرفرات، أيضا خبير إلكترونيات. مجرد صممت برامج وأيضا صممت نظام تشغيل أو نقدر نقول عليه توزيع جنو لينكس. نهاية العراق هو ما عنونته صحيفة الواشنطن بوست تزامنا مع إطلاق تيدكس بغداد الأول، وهو الحدث بنسخته السابعة يجمع العراقيين بمختلف أطيافهم وألوانهم تحت مظلة الإبداع والعلم والثقافة، يردون على المجتمع الدولي الذي توقع نهاية العراق بأنهم شعب خلاق ويحب الحياة رغم كل الظروف والتحديات. مناف الموسوي، العراقية، بغداد. شكرا زميل مناف الموسوي. شاهدنا من خلال هذا التقرير طبعا الإرادة هي أقوى شيء عند الإنسان، ما يهمه إنه إذا كان أي ظرف يمر به، لكن الإرادة إذا كانت قوية راح يوصل لكل ما هو يريده وكل النجاحات. نعم، وشفنا الإبداعات الشبابية ما شاء الله متنوعة، وشفت التصميم المواقع وشفت كثير من الإبداعات، فبالتوفيق لهم. وأيضا شكرا لمؤتمر تيدكس اللي احتضن هذه المواهب الجميلة.